السلام عليكم. الطبق ديال اليوم هو الرفيسه العمياء او الرفيسه بالخبز البارده والخبز البايت اللي كل المغاربه كيحبوه في وقت البرد، وكل منطقه كيفاش كتحضروا. المهم انا غنحضروا معكم طريقه الوالده ديالي وطريقه دارنا. اول حاجه كنقي هذا الورق ديال الكبار اللي عندي ديما في الشجره وكنبقى نوجد فيه ديما الرفيسه العمياء اللي كنحضروا في دارنا. كنديروها بهاد التوابل وهاد المقادير وكتعطيها واحد اللذه خطيره. المهم كنديروا فيها البصله مقطعه شنينفات وحبه ديال الركانت بيضاء والثومه تكون حتى هي بالزايد، وهنا شويه القديد عندي قليل قطعته مرسويات، والفول واحد المعلقه كبيره عامره مغسوله، والسمن بطبيعه الحال اللي كنحضروا ديما في الدار، وواحد شويه ديال العدس. هنا عندكم اختيار تقلوا ولا تكثروا. وغادي ندوزو دابا باش نحضروا هاد الطبق ديالنا. كنرميو العدس وكنزيدو عليه الفول، وغادي نزيدو عليه الورق ديال الكبار. كيعطي واحد المذاق خطير هاد الورق ديال الكبار، رائع جدا. وكنزيدو ليه القزبور اللي كنربطوه، واحد الربطه ديال القزبور فاش من بعد تنحيدوه. وكنزيدو هذوك المرصويات ديال القديد ديالنا. المهم كاع هذوك العناصر كنضيفوهم وغادي ندوزو للتوابل. هنا زدت البصله والثومه اللي كيكون الثومه شويه تكون بالزايد، ان هذه راه الرفيسه كتبغي الثومه والمساخن والحلبه. المهم كنزيدو هنا التوابل اللي هما معلقه ديال الخرقوم او معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال الكمون، معلقه ديال المساخن او راس الحانوت، ومعلقه ديال ونص معلقه ديال الابزار، والملح حسب الذوق. هادو هما التوابل اللي كنديروا في الرفيسه العمياء. بطبيعه الحال ما نساوش الحلبه، عنصر مهم في الرفيسه. هنا لكم الاختيار، بغيتو تكثروا ولا تقلوا ديروا غير معلقه صغيره، اقل كاع من معلقه صغيره، ممكن كاع ما ديروهاش، ولكن ثقوا بيا كتعطي واحد اللذه خطيره للرفيسه العمياء غير ما يكونش كثير. وكنزيدوا بطبيعه الحال السمن، معلقه عامره ديال السمن تعطي حتى هو مذاق. مهم ضروري هاد العناصر مهمين. كنكملوا كاع التوابل والعناصر اللي ذكرت معكم مسبقا، وغنزيدوا زيت الزيتون وغنشحروا بعد 2 دقائق ولا 3، وغنزيدوا واحد نص كاس ديال المطيشه. ما عنديش مطيشه انايا اللي فريش باش نحكها، لذلك استعملت اللي جاهزه صافي. كندير واحد اطرو ونص ديال الماء وكنسد عليه ونخليها طيب. في هذه الاثناء كنحضر الخبز ديالي اللي كيكون كارم، كنحاول نقطعو نفرتو فرتيتات صغيورين، وكندوز كنلقى بين لاصوص ديالي ديال الرفيسه طايب وحاضر ومعلق. كنذوق الملحه بطبيعه الحال. وهنا غادي نقدم الطبق ديالي كنسقيه. ممكن نديرو شويه ديال الخبز ونسقيه باش يتشرب مزيان، وندير الطبقات الثانيه ونسقيه. ممكن نديرو كامله ما كانش كثير ونسقيه من الفوق، ونخلي شويه د البلول اللي بغى يزيد يعني يروي الرفيسه قدامه. المهم الطبق ديالنا ديال الرفيسه كيجي لذيذ، وكاع المغاربه انا واثقه كيعشقوا هذا الطبق. هذا ما كاين. نتمنى الرفيسه اللي حضرت معكم تكون عجباتكم، جربوها بهاد العناصر غتعجبكم بزاف. وبسلام عليكم وربي يكون يعاون.